سلام، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ كلشي بخير وعلى خير. كنتمنى نلقاكم في هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. كي كتشوفوا فيديو خفيف، وغادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف وخفيفه وسهله وكتوجد في 10 ديال الدقائق، يعني ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. كي كتشوفوا المكون الرئيسي هي البطاطا، يعني ضروري هاد الوصفه ما تكون فيها البطاطا. كتشوفوا على حسب نتوما عدد الافراد اللي عندكم. انا بالنسبه لي هنايا يعني غير جوج ديال الناس. شادي اغلبيه كيتغدى في المدرسه، ما كيتغداش في الدار. وهنا طبق ديال جوج ديال الناس. والبطاطا كي كتشوف راه ماشي كبيره، راه غير صغيره، يعني راه ماشي كبيره بزاف، غير متوسطه، الحجم ديالها غير صغيور، غير كتبان هنايا في الكاميرا كبيره اما هي راه ما كبيراش، يعني غير بطاطا اللي هي صغيره. كي قلت لكم نتوما على حسب عدد الافراد اللي عندكم، يعني كاع هادشي اللي غنعطيكم على حسب عدد الافراد. وهي وصفه اللي هي زوينه، سهله بسيطه، ما فيهاش مكونات اللي هي كثيره. انا غادي ندير معكم حاجه بحاجه. دابا غادي نقي هاد البطاطا. هنا ندير 4 ديال البطاطات اللي هما صغارات، يعني ماشي كبارات بزاف. وهاد الوصفه كطيب في الكوكوط، يعني ما غطيب لا في الفران لا في مقيله لا والو، يعني غنسد عليها الكوكوط ان شاء الله. وما نقول لكمش الصراحه، المذاق كيجي زوين بزاف، يعني ما بغاش نحرق معكم المراحل. غير تبعوا معايا حاجه بحاجه. وكي قلت لكم اللي هي وصفه صيفيه بعدا، زوينه خفيفه بالنسبه، زوينه حتى للوليدات. يديوها معاهم المدرسه. المهم نبعدوا شويه على اللحوم، نبعدوا شويه على الحاجه اللي هي كضر، ناكلوا شويه الخضيره. والوليدات راهم كيبغيو البطاطا، يعني راه معروف كاع الوليدات يعني البطاطا كتعجبهم، ممكن تدخلها لهم في اي حاجه. هنا البنات، انا من بعد ما نقيت هاد 4 ديال البطاطا غنقطعهم على شكل دوائر. من الاحسن انكم تقطعوهم دوائر وما تقطعوهمش غلاط بزاف. كتقطعوهم شويه يعني موين هكايا، ما غليظه ما رقيقه، باش كيدخلها الطياب. واخا زعما كطيب في الكوكوط، ولكن من الاحسن انك تجي رقيقه شويه، باش كتدخلها حتى الطياب وتدخلها حتى داك المنسمات اللي غنديروا. ولكن ماشي شي منسمات، اغلبيه غادي ندير غير الملحه والابزار، ما غاديش ندير حتى شي حاجه واحده اخرى. ولكن المهم انها ملي كتخلط مع مكون واحد اخر كتشرب داك المذاق ديال داك المكون اللي غيدخل معاها. صافي البنات، هنا نقطعها دوائر. ومن بعد غادي نقول لكم شنو غادي ندير. هنا البنات عندي طنجرة الضغط اولا كوكوط. كي كتشوفوا غادي ندير تقريبا 3 المعالق ديال الزيت. انا درت زيت المائده، اللي بغات زيت البلديه او زيت العود ديرها. سبحان الله، انا بحال هاد لي كغاطا وهاد الشيء ما تنبغيش فيه زيت العود، كيعجبني الزيت عادي ديال المائده. هنا البنات درت فص واحد ديال الثوم، ممكن ديروا جوج، ممكن ديروا ثلاثه، انا غير الفص هنا كبير ديال الثومه ودرتو. كيبقى لكم نتوما الاختيار، كاين الناس اللي كيبغيو الثومه بزاف، ممكن انك ديري حتى ل3، كيبقى لك الاختيار. انايا يعني على حسب الذوق كندير غير واحد. خليتها نتوما كتقلى غير شويه في هذا الزيت هادي، راه ماشي الزيت بزاف، راه غير 3 المعالق كبار اللي درت. وهنا المكون الاخر البنات هي مطيشه. انا شديت مطيشه كبيره، طحنتها. ممكن انك تحكيها ولا تطحنيها، كيبقى لك الاختيار. بغيتي ديري هذيك مطيشه ديال السوليس، كيبقى لك الاختيار. من الاحسن انك ديري مطيشه عاديه طبيعيه كطحنيها، كتجي زوينه. هنا البنات من بعد ما تشحرت شويه ديك الزيت مع ديك الثومه كيطفت مطيشه، دابا غادي نضيف البطاطا. كي كتشوفوا يعني راه ما كاينش شي عطريه اللي غادي نديرو. هاد الشيء راه ساهل مهل، يعني غير نوضوا جربوها، راه كتجي عرفتي واحد المذاق رائع وزوينه وخفيفه، يعني ماشي شي حاجه اللي هي معقده. هنا البنات غادي درت غير شويه ديال البطاطا، ومن بعد درت هنا شويه ديال الربيع. ممكن ديري غير معدنوس بوحدو، كيجي حتى هو المذاق ديالو زوين. انا غير ما عنديش، عندي مخلط، داكشي اللي درت معدنوس وقزبر. وهنا شويه ديال المليحه. ودابا غندير شويه ديال الابزار. ومن بعد دابا غادي نزيد، غنزيد اللي بقات لي ديال البطاطا. هذه راه ماشي الكميه كامله ديال البطاطا، هنا غير نص الكميه، غير باش يدخلها العطريه وصافي. داكشي علاش فرقتها على جوج. وممكن البنات تزيدوا شويه ديال القريعه خضراء، ديروها في الوسط ما بين البطاطا، كتجي زوينه حتى هي. انا ما كتكاليش، داكشي علاش يعني فضلت انني ندير البطاطا بوحدها. كيبقى لكم نتوما الاختيار على حساب الخضره اللي بغيتو تدخلوها معاها كتدخلوها. ولكن يعني حتى بالبطاطا كتجي مزيانه، يعني غير البطاطا بوحدها راه كتجي مزيانه. حتى كي قلت لكم القرعه خضراء كتجي زوينه فيها، ولكن ما كاينش اللي غياكلها لي. داكشي علاش. هنا البنات، انا من بعد ما كملت البطاطا درت عاوتاني الربيع. ودابا غنضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. كي قلت لكم باش كتبقى النسمه ديال، سمحوا لي راه كنصور غير بيد وحده. داكشي علاش ما يعني صورت باليد ويد خدامه بها، داكشي علاش. وهنا البنات كاس ما عامرش ديال الماء.
صافي هادشي اللي كندير، ما كنضيف حتى شي حاجة واحدة أخرى، لا عطرية لا حتى شي حاجة. غنسد عليها الكوكوط وغادي نحسب ليها 10 دقائق على نار شوية متوسطة، يعني ما هي مهيلة ما هي مجهدة، يعني متوسطة. صافي وغنسد عليها الكوكوط وغنخليها حتى طيب 10 ديال الدقائق، ما تفوتوهاش. كتحلوا عليها غتلقاوها طابت. هنا البنات من بعد ما طابت هانتوما راه نشفات، كي قلت لكم ما دايره لا عطريه لا حتى شي حاجه، وكتبان بحال راها دايزها العطريه. يعني ها هي طايبه مزيان نشفات. وهنا غادي نضيف 2 بيضات. الطريقه البنات باش غنضيف 2 بيضات هنايا على حسب الاختيار، بغيتي 2 بغيتي 3. انا درت غير 2 بيضات بركه كافيني. هنا البنات عرفتي راه الكوكوط سخونه بزاف، يعني انا كي حليتها كي ضفت البيض، يعني ماشي خليت الكوكوط حتى بردات، يعني كي حليتها كي ضفت البيض. وممكن كي قلت لكم ديروا حتى 3 4 د البيضات، انا اكتفيت غير بجوج، يعني ما غاديش ناكل البيض بزاف. داكشي علاش. هنا غنسد عليها البنات وهي راه مازال سخونه، مازال سخونه. وغنخليها على جنب. الا كانت عندكم الكوكوط خليتوها حتى بردات، غتردي البيض يطيب شويه، يعني غتسدي عليه يعني غير تغطيها وتخلي البيض حتى يطيب. الا نتيا حليتي على الكوكوط وهي مازال سخونه، يعني غير حيتي لا الصفاره وحليتي عليها، كتخلي البيض راه كيطيب البنات، راه ما تخافوش منه، راه كيطيب. هانتوما كي كتشوفوا يعني غير سديت عليها طاب البيض كامل، كاع اللي لداخل طاب، ما بقات حتى شي حاجه اللي هي خضره. يعني واخا البيض كيطيب، انا بالنسبه لي كنخلي البيض يطيب غير شويه، ما تيعجبنيش داك الطياب ديالو كتير. يعني حتى منين كنسلقو ما كيعجبنيش البيض يطيب بزاف. انا من النوع اللي كنبغي البيض يبقى شويه مازال شاد راسو، ما اكثريه المح كيعجبني يكون مازال شاد راسو، ما تيعجبنيش يعني طيب غير شويه، ماشي داك الطياب ديال صافي نشوف هي ما كتعجبنيش فيه صراحه. المهم البنات هذه هي الوصفه اللي حضرت اليوم. عرفتي راه كتجي غزاله بزاف بالنسبه للناس اللي داير الريجيم ما تيقدروش على اليدان بزاف. بالنسبه زوينه زوينه صراحه، غير جربوها. انا نصيحه مني غزاله الصراحه. هنا اختاروا اي نوع ديال الجبن بغيتو نتوما، اي نوع كيبقى لكم نتوما الاختيار، اي نوع ديال الجبن بغيتو. انا اختاريت هذا يعني عندي في الدار، حطيته على جنب حتى هو شويه في الطبيصل كيجي معاه زوين. وممكن الا ما عندكمش هذا الجبن ديروا فرماج حمر من فوق منها منين درتو البيض. كيبقى لكم نتوما الاختيار، ما عندكمش ما ديروش، راه كتجيب المذاق ديالها غزال بلا هذا الشيء. هانتوما هذا هو الغدا ديالي البنات، انا حطيته في الطبيصل مع شويه ديال الخيار. صراحة غدا غزال بزاف، كنتمنى انكم تجربوه. خفيف وزوين وما فيهش يعني اللحوم اللي غادي تضركم ولا شي حاجه، غير الخضره. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، وخليتكم على خير حتى الفيديو اخر ان شاء الله. في امان الله، بسلام عليكم.